السلام عليكم يا جماعه. النهارده عايزين نعمل لكم النهارده حاجه حلوه قوي. النهارده جوزي النهارده قال لي ايه، عايزين ناكل زلابيا وعايزين نشرب عصير. في عندنا مكان اسمه مكان البرجيله كده، حضري 100 جنيه. قلت له ماشي يا حبيبي، هات ال 100 جنيه دي وانا اعمل لك احلى زلابيا واحلى عصير. دخلت المطبخ، جبت كوبايتين دقيق، جبت كوبايه ميه، كوبايه ونص ميه، ومعلقه خميره بس. عملت بيها احلى زلابيا. اقول لكم عملناها ازاي. جبت كوبايتين الدقيق اهو، هصبهم معلقه الخميره، خميره فوريه، ومن حتى ما عكتش ايدي عجين ولا اي حاجه خالص. حطيت معلقه الخميره فوريه وقلبتهم في بعض اهو زي ما انتم شايفين قدامكم كده. وبعد كده بقى هجيب ايه، كوبايه الميه. هي خدت كوبايتين ميه او كوبايه ونص. حط الاول كده كده حبه حبه عشان ما تعرفيش الدقيق اخباره ايه. ساعات دي يبقى ليه عرق وساعات دي ميبقاش ليه عرق، فانت حط الميه حبه حبه. بقلبها بقى كده. اطلع بره ادفع 100 جنيه، اخد بيه طبقين زلابيا كوبايتين عصير بحوالي 50 جنيه، تاني 150 جنيه. وانا ممكن اعملهم في البيت. عندي مانجا في التلاجة وعندي برتقال. طلعت كيس برتقال وعملت لهم كوبايتين عصير. بصي، حطيت الميه وبالمعلقه مش بايدك، بالمعلقه قعدت اقلب فيها شمال ويمين شمال ويمين لحد ما خليتها عجينه متجانسه. بصي اهي بالاسباتوله كده، بس الاسباتوله تكون جامده شويه. بصي اهي، حطيت 3 معالق سكر عشان يخليها مقرمشه وتخليها محمره كده. بصي، وهرب فيها رب فيها. طبعا هي كده كده لما بتسيبيها ترتاح بتتخن كمان تاني. بس بصي، هي مش عامله زي عجينه الكيكه، هي تشيليها تبقى لازقه في المعلقه. بصي عامله ازاي اهي، ولا حطيت ايدي ولا عكيت ايدي ولا اي حاجه. الزلابيه دي من اسهل ما يكون يعني. اهو قعدت ارب فيها. بصي اهي، شايفه عامله ازاي. خلاص كده هسلك المعلقه واغطيها واسيبها. اسيبها بس نص ساعه، هتلاقيها خمرت معاكي. واللي وصل لحد هنا يا جماعه يعمل لي لايك للفيديو ويعمل لي اشتراك للقناه ويفعل الجرس، ما تنسوش. بصي نص ساعه بالظبط خمرت اهي. انا بقى بسلكها بمعلقه كده، وبعد كده بروح ايه، مفششه الخمر ده كله عشان ما تبقاش من جوه هشه. خدوا بالكم من الحاجات الصغيره دي، لازم تفششوا الخمر كله، طلعي الهواء اللي فيها. وبعدين تجيبي طاسه تحطي فيها زيت، بس زيت غزير شويه عشان تطلع شكلها حلو. بس ولا سقط ايدي وسقط المعلقه في الزيت وانا بقطع كل واحده عشان تطلع مدوره زي ما انتوا بتشوفوها، ما تطلعش كل واحده اشكال هندسيه. وساعات بتطلع معايا اشكال هندسيه عادي يعني، مش لازم يعني. ما هو يعني هم هياكلوها في البيت كمان وعايزينها شكلها زي الشكل بتاعت بره بالظبط. يعني بتبقى طالعه منها في بوز مبوزه كده. لازم ما تبقى شبه يعني شبهنا بالظبط كده، ما احنا ساعات بنبوز. ايه المشكله يعني؟ بس هي اول ما بتقلبيها بيبقى شكلها جميل جدا. بس انتي بتطلعيها بقى اول ما تصفر سنه، طلعيها وحطي غيرها. طلعيها وحطي غيرها، وفي الاخر سقطيهم تاني عشان تديكي نفس القرمشه بتاعت ايه، بتاعت اللي بره. ما تخليهاش تحمر للاخر عشان هتبقى طريه. اول ما تقعد معاكي تطرى. انا بطلعها هي دوبك بس اول تركه من الذهبي كده شويه، وبعدين بحط الباقي، بقلب الباقي منه كله. ماشي معاك واحده واحده اهي. هي حتى لما بتسقط او ما بتعوم بتروح شكلها بيتغير. بصي اهي، شايفه. اعصر معلقه زيت واعمل كل واحده أهي. رجعت بقى نزلتهم في الزيت تاني شويه. بصي شويه شويه بسقطها في الزيت شويه شويه اهي، لحد بقى ما تاخد الحمار اللي انت عايزاه. على حسب الحمار، على حسب قرمشتها قوي. لو بتحبيها ناشفه قوي قوي خليها ذهبي غامق شويه. لو بتحبيها عايز تحطي عليها سكر بودره، لا طلعيها ايه، ذهبي فاتح كده زي ما انا مطلعاها دي، احط عليها سكر بودره. انا بحبها بالسكر البودره كده، بحب سكرها خفيف. بس جميله، شكلها جميل وحاجه عملتيها في البيت. مش لازم تكون مسطمبه مدوره زي ما في مكنه ليها، في كوبايه ليها كده. بس طبعا انا ما عنديش، ما اعملش، لا اعمل. اهي، حط بقى الباقيين. بصي مطلعاها ازاي، شكلها عامل ازاي، واحمرهم. صدقني بتبقى جميله جدا وحاجه جايه. بصي بقى رشيت عليها سكر بودره، بتبقى حاجه اقتصاديه في البيت. عملتي من كوبايتين دقيق وما خدتش نص كوبايه زيت، وحاجه اقتصاديه في البيت. حليتي بيها البيت كله حله.
بتجيبي الطبق ب25 جنيه، اللي هو الفل ده قد كده صغنن. احنا بقى عملنا قد ايه؟ طبقين كبار بكوبايتين دقيق. طبقين يعني سرفيسين، مش طبقين كمان، ده سرفيس كبير ده اللي انتوا شايفينه. بصي، عندي شويه عسل كده نحل في التلاجة، جبت صبيت عليه. طعمها خطير خطير خطير، وجميله جدا جدا جدا. بصي لونها عامل ازاي، حاجه كده في البيت نظيفه وجميله وزيت نظيف. وكلتي انتي واولادي وحليتي حاجه حلوه، كلتوها اقتصاديه من البيت، ما فيهاش اي حاجه. انا وقفت 5 دقايق بالظبط، عجنتهم بالاسباتولا، وجبت الزيت بعديها بنص ساعه وقليتهم وطلعتهم لكم بالهنا والشفا. شكلهم جميل وبالهنا والشفا. متنسوش يا جماعه تعملوا لايك وتعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا الجرس. شكلها جميل جدا جدا جدا، بالهنا والشفا. بصي مقرمشه ازاي، مكسره ازاي، كسرتها لكم شوفوا، صبرت عليها كانت سخنه. بصي مقرمشه مقرمشه جميله جدا وخطيره.